السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة بليونير جلوبال. النهاردة يا شباب الفيديو هيكون طويل شوية. الفيديو ده يا شباب هيكون طويل شوية، لكن هشرح فيه حاجات كتير جدا جدا الناس اللي لسه عايزة تبتدي في مجال الربح من العمل على الانترنت. الفيديو ده هيبقى متقسم لأربع أجزاء أو 3 أجزاء. أول جزء هيبقى في مجال بلوجر، الجزء الثاني هنتكلم فيه في جوجل أدسنس، الجزء الثالث ازاي تكتب مقالة في بلوجر، ازاي تركب قالب، ازاي تعدي على قالب. الحاجات دي كلها هنتكلم فيها مع بعض في الفيديو ده، بس يا ريت التركيز. وهنتكلم على التجربة الشخصية في الانترنت، وايه اللي انا كنت شغال عليه زمان، وهل ربحت من الانترنت فعلا ولا لا. طبعا هتكلم في كل التفاصيل دي كلها، فارجو ان انتوا تركزوا معايا في الفيديو ده كويس جدا 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 عشان هتستفادوا كتير. صدقوني يا شباب هتستفادوا كتير. هنقوم بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الفيديو. اول حاجة كده يا شباب مع بعضنا، الناس اللي هتبتدي تشتغل في بلوجر او اللي كانت شغالة في بلوجر وبتاعت، الناس اللي عايزة تشتغل في بلوجر هي افضل منصة واسهل منصة عن الووردبريس. الووردبريس انا ما حبيتوش الحقيقة. الووردبريس انا شايفه صعب جدا وفي مشاكل كتير. يعني الووردبريس بيحتاج امكانيات كتير وبيحتاج فلوس كتير عشان في اضافات بتبقى بفلوس. انا ما ارتحتش في الووردبريس، انا ارتحت في بلوجر. الحاجات بتاعتها كلها في منتهى السهولة. بلوجر بتحتاج حاجات بسيطة كلها. بلوجر كل اللي هي بتحتاجه قالب ودومين مدفوع فقط لا غير. طيب هنبتدي ازاي نعمل مدونة على بلوجر. انشاء مدونة سهل خالص، مفيش اي مشكلة فيه. هنبتدي مع بعض نعمل انشاء مدونة. طبعا انا هعمل تسجيل دخول على طول عشان انا مسجل في بلوجر. فالناس اللي هي لسه تبتدي، فانت هتيجي هنا على كلمة انشئ مدونة وتعمل انشاء مدونة. تختار عنوان المدونة بتاعك باللغة الانجليزية، حروف سمول طبعا مش كابيتال. فانا هعمل تسجيل المدونة على طول. هوقف الفيديو لحظات اعمل تسجيل دخول وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا شباب. انا طبعا عملت تسجيل دخول. بالنسبة للناس الجديدة لأول مرة فهي هتعمل انشاء مدونة. دي مدونة عادية خالص. انا عن مدونة طبعا دي مش المدونة الاساسية عشان نبقى متفقين مع بعض. دي مدونة انا انشأتها. طبعا دي الواجهة الجديدة بتاعت بلوجر 2020. الناس اللي كانت واخدة على واجهة بلوجر او اللي كانت شغالة في بلوجر قبل كده هتلاقي الواجهة بتاع بلوجر اتغيرت والحاجات اتغيرت كلها. طبعا الواجهة الجديدة برضو مش صعبة، في منتهى السهولة. الواجهة الجديدة في منتهى السهولة، ما فيهاش اي صعوبات خالص يا شباب. انتوا بس هتعرفوها وتتعودوا عليها سريعا جدا. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب. الحاجة التانية اللي هنتكلم فيها هو ازاي نركب قالب. في قوالب على الانترنت كتير جدا جدا جدا، في منها مدفوع وفي منها مجاني. انا بفضل القوالب المجانية. ليه بفضل القوالب المجانية؟ القوالب المجانية فيها دعم فني، بيبقى فيها تحديثات باستمرار، لان بلوجر بيبقى فيه تحديثات زي اي مكان في الدنيا بيتعملوا تحديثات. فبيجي اي تحديث بتعمل بلوجر فطبعا لازم صاحب القالب بيعمل تحديث برضه لنسخة القالب بتاعته عشان تتوافق مع التحديث اللي عمله البلوجر. فدي حاجات مميزات بينزلها صاحب القالب ومطور القالب اللي بتشتري منه القالب. القوالب بتبدأ من 10 دولار. 10 دولار لو حسبناها هتبقى بحوالي 100 جنيه، 105 و110، يعني مش هتزيد عن السعر ده
بالعملة المصرية. مبلغ قليل جدا، مش حاجة كبيرة. في اكتر من 10 دولار، في قوالب ب15، في قوالب ب20، في قوالب ب25، في قوالب ب30 فما فوق. فافضل حاجة وافضل سعر هو ال10 دولار، 10 100 جنيه 105 110، مش هيزيد عن كده. اشتروا له قالب، تتواصلوا مع صاحب القالب المكان اللي انتوا اشتريتوا منه. طبعا انا مشتري قالب اسمه سكويز. القالب ده مشهور جدا على الانترنت، مشهور جدا جدا جدا، بس انا مشتري النسخة المدفوعة. طبعا بينزل المميزات، ولما يبقى فيه تحديث بينزل لي دي المميزات اللي بتبقى مع القالب، وبيبقى فيه دعم فني عن طريق صفحة الفيسبوك او عن طريق الموقع اللي انا اشتريت منه. انا مشتري من موقع اسمه بيكاليكا، هسيب لكم رابط القالب اللي حابب يشتري اسفل الفيديو، وهتلاقوا رابط تانية وحاجات تانية سايبها لكم برضو اسفل الفيديو عشان تستخدموها ان شاء الله في بلوجر باذن الله، تستفيدوا منها كلكم، الكل يستفاد، غيرك يستفيد وانت تستفيد. طبعا احنا مش هنشتري قالب دلوقتي، هنعمل ايه؟ هنبتدي بالنسخة المجانية. النسخة المجانية، ادي النسخة المجانية دي، برضو هسيب لكم الرابط النسخة المجانية اسفل الفيديو. كل اللي احنا هنعمله هنعمل تسجيل دخول، فانا هوقف الفيديو ده لحظات، هعمل تسجيل دخول وارجع لكم تاني. طبعا انا عملت تسجيل دخول، فانتوا لما بتعملوا انشاء المدونة بتاعتكم وتيجوا تعملوا تسجيل دخول هنا في النسخة المجانية، بتظهر المدونة بتاعتكم هنا. كل اللي انتوا هتعملوه هتيجوا هنا على رمز المفتاح ده، هتدوسوا عليه وتروحوا على القالب. طبعا هنمشي عملي مع بعض. انا هعمل تحميل للقالب، ادوس حفظ، ادي الملف ينزل عندي اهو، هفتح الملف، ارجع للبلوجر. هنا بقى يا جماعه نيجي على كلمه المظهر، ده الواجهه الجديده ده زي ما ذكرت في بدايه الفيديو لبلوجر 2020. هنيجي هنا ندوس على السهم ده، ندوس على كلمه تعديل HTML، وهنعمل اختيار للكل. هنمسح الكود ده طبعا، هناخد الكود ده كوبي، عفوا ونعمل كنترول مع حرف الفي. هنيجي هنا على الرسمة دي وندوس حفظ للقالب. الموضوع مش بياخد وقت جدا يا جماعة. كده انا حفظت القالب بتاعي. هرجع هنا باك، هنروح هنا على التنسيق. ادي منظر لقالب سكويز النسخة المجانية. طبعا زي ما ذكرت النسخة المدفوعة بيبقى في حاجات كتير هنا، في اعدادات للقالب، في الصفحات، في حاجات كتير بتظهر هنا، لكن من النسخة المجانية متحددة في حاجات محددة فقط. لو رجعنا هنا هنشوف ايه هي الحاجات المتحددة دي. الحاجات المتحددة بيقول لك في النسخة المجانية والنسخة المدفوعة. طبعا النسخة المدفوعة زي ما انتم شايفين كل حاجة، صفحة تحويل الروابط، كل شيء موجود يا شباب. لكن زي ما انتم شايفين النسخة المجانية متحددة في حاجات محددة، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7، وهنقول الاتنين دول جزئيين يعني مش كاملين كمان، يعني هنقول 9 مميزات فقط. لكن نسخة مدفوعة كل حاجة متوفرة فيها، صفحة تحويل الروابط اللي هي بتحط فيها بعد كده شرف جوجل ادسنس عشان تربح منها، الحاجات دي كلها. احنا ركبنا القالب، هنيجي هنا على رمز المفتاح، هناخد نسخ، نيجي هنا على كلمة كود التفعيل، نمسح الكود ده ونعمل كنترول مع حرف الفي وندوس حفظ. هنيجي تحت هنا على اليمين هندوس عرض المدونة. قال لي القالب بيتركب اهو يا شباب بمنتهى السهولة. قال لي ما فيهوش تعديلات، والتركيب القالب ما فيهوش تعديلات. طيب فيها بقى حاجات هتواجهكم بالنسبة للنسخة المجانية أو المدفوعة، هي موجودة في الاتنين. هي المفاتيح اللي انتوا شايفينها دي. المفاتيح دي طبعا هي بتديك إمكانية التعديل، بس أنا ما بفضلهاش. فأنا نعمل إيه عشان نشيل المفاتيح دي؟
في منتهى البساطة خالص. هنيجي نقفل ده، نيجي على المظهر سهل تعديل HTML. الاكواد دي اللي انا هسيبها لكم برضو اسفل الفيديو عشان تشيلوا منها مفاتيح. ناخد الكود ده كده كوبي، نيجي هنا كنترول مع حرف الاف، ونعمل كنترول مع حرف الفي، ونعمل سيرش. هيظهر لنا الكلمة اهي يا جماعة، بي سكين في السطر 1024. هنيجي ناخد الكود التاني وهنلصق الكود ده فوقيه مباشرة. هنعمل انتر بس عشان تنزل لتحت، وندي ده كنترول مع حرف الفي زي ما انتم شايفين قدامكم بالظبط. ادي الكود اهو. هنعمل سيف. موضوع في منتهى البساطة. ونرجع تاني نعمل عرض للمدونة زي ما انتم شايفين. كل حاجة قدامكم خطوة بخطوة، عشان بداية من انشاء المدونة لغاية الحاجات اللي هي تعديل. طيب ايه اللي بعد كده؟ ازاي نعمل اقسام؟ الاقسام اللي هي بتظهر هنا في الشريط الاسود، ماشي؟ دي برضو هنعملها مع بعض. هنقفل دي. الاقسام دي بقى هتعمل ازاي؟ هنيجي على التنسيق، اوقف الفيديو لحظات ونرجع تاني، ورجعنا لكم تاني. ازاي هنعمل الاقسام؟ طبعا الرابط ده برضو هتلاقيه اسفل الفيديو، هتعدلوا على الرابط ده بالرابط بتاع المدونة بتاعتكم، يبقى ماشي بالشكل ده. وفي الاخر هنا بتكتبوا اسم القسم اللي انت عايزينه، مقالات، ربح، برامج، انترنت، مقالات، اي شيء بتكتبوه في الاخر. طبعا الرابط ده بتبدلوه برابط المدونة بتاعتكم. هناخد الرابط ده كوبي، تمام يا شباب؟ مع بعض واحدة واحدة. هنيجي على القائمة الرئيسية، هنيجي هنا ونعمل كنترول مع حرف الفي، وهنيجي في الخانة اللي فوق ونكتب مقالات، وندوس اضافة رابط، وهكذا. تفضلوا انتوا كل الروابط بتاعت الاقسام اللي انتوا تعملوها للمدونة هتبقى من الجزء ده اللي هو القائمة الرئيسية الموجودة في الآلة. وهندوس حفظ عرض المدونة. ادي القسم اللي احنا عملناه، كل حاجة قدامكم خطوة بخطوة وبالتفصيل عشان الناس اللي لسه هتبتدي في بلوجر. تمام يا شباب لحد كده؟ طيب احنا ازاي بقى نكتب مقال؟ ازاي نكتب مقال؟ هنيجي هنا ندوس على مشاركة جديدة، هنكتب هنا اي شيء ولا يكن تجريبي، عفوا تمام. هنا في التصنيفات هنيجي هنا في هنا مفروض بتظهر هنا مفروض بيظهر الاجسام، بس لسه عشان المدونة اللي لسه جديدة تجريبية فلسه متسجلة. ده اللي هنعمل توسيط للكلام، يعني لو عايزين الكلام يبقى مكتوب على اليمين، عايزين يبقى مكتوب على الشمال، عايزين يبقى مكتوب في المنتصف، فانتوا تتحكموا من دول. طبعا انا هخلي الكلام في المنتصف. فهاجي هنا اول حاجه هختار صوره للمقال، لازم يبقى فيه صوره للمقال اللي انتوا هتعملوه. وهنيجي نعمل اختيار ملفات ونختار صوره للمقال اللي انتوا هتعملوه، وليكن انا هختار الصوره دي وندوس تحديد. هنشد الصوره لفوق شويه
ونيجي هنا ندوس على حجم الصورة وندوس تكبير. كده انا عملت صورة المقال وانزل انتر، حاجة بسيطة. لغاية كده كل شيء تمام. هنبتدي نكتب. وليكن طبعا انك بتكتبوا الوصف او بتكتبوا المقالة اللي انتوا بتنشروها، سواء في المجال اللي انتوا هتشتغلوا فيه، هتشتغلوا في الانترنت، في البرامج، في النسخ، في اللينكس، في الحماية، في الاختراق، في اي شيء انتوا تختاروه اشتغلوا فيه. في الطبخ بالنسبة للسيدات والبنات اللي هتشتغل برضو في مجال الطبخ وتقدم محتوى طبخ والحاجات دي كلها برضو، انتوا برضو هتعملوا نفس الشيء. هتكتبوا المقالة بتاعتكم، لو على الطبخ هتكتبوا، تحطوا صورة الطبخة اللي انتوا تنشروها وتحطوا المقادير بتاعتها والحاجات دي كلها. وبنخلص خالص. عايزين تلونوا الكلمات، هتيجي هنا على حرف الايه وهنلون. هنا في الوان كتير كتير. طيب انا عايز الون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، هاجي الونها وليكن باللون الاحمر. ومرحبا بكم في موقعنا، هنخليها اورانج زي ما انتم شايفين او اي لون تاني. هنا الالوان كلها متاحة عندكم، شوفوا ايه اللي يعجبكم اعملوه. خلصنا، احنا كده خلصنا نشر، خلصنا المقالة بتاعتنا كلها. في بقى حاجة يا شباب لازم نتفق عليها. اولا لو هتشتغلوا في بلوجر، هتبدأوا في بلوجر وهتقدموا ان شاء الله باذن الله في جوجل ادسنس، لازم تكتبوا مقالات حصرية. محدش بقى يروح يجيب لي بقى من مدونات او مواقع ياخد منها نسخ ويجي يعدل عليها في ملف تكست والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها، فبلاش. لانك هتترفض، هتفضل تقدم مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون وهتترفض. جوجل ادسنس مفيهاش هزار، جوجل ادسنس مفيهاش هزار. جوجل ادسنس اشترط ان المقالات بتاعتك تبقى حصرية، تبقى مكتوبة كتابة زي ما انا بكتب قدامكم، تقدروا تكتبوا المقالة بتاعتكم وتخلصوها وتألف. يعني يبقى في ابتكار، يبقى في افكار جديدة، يبقى عندك حاجة في تنسيق الكلام، عايز تنسق الكلام، كل الحاجات دي كلها بتبقى من الحاجات الاضافات اللي هي موجودة قدامك دي. في رابط عايز حد لما يدوس عليه يحوله على حاجة برضو من خلال العلامة دي، سواء اذا كان صورة هتضيف عليها رابط او الرابط مباشر. فيا ريت اللي هيقدم في جوجل ادسنس بلوجر، يا ريت يبقى المقالات حصرية بنسبة 100%، عشان جوجل ادسنس تقبلك بمنتهى السهولة وبدون اي مشاكل. انا كان عندي مقالات معظمها كان منسوخة كتير جدا جدا جدا، كنت سايب بلوجر فترة. طبعا هتكلم في الموضوع ده بس بقى اخلص الشيء الاساسي اللي قدامنا. فنيجي هنا خلصنا احنا المقالة خالص وهندوس نشر، هندوس هنا تأكيد. احنا هنا نشرنا المقال، هنيجي هنا ندوس على العلامة اللي هي العين دي وندوس عرض. ادي المقالة اللي احنا عملناها التجريبية. ايه تجريبية؟
طبعا انتوا بتقدروا زي ما انا وريتكم بتقدروا تضيفوا الاقسام اللي انتوا عايزينها على حسب العدد وعلى حسب الاسماء وعلى حسب المحتوى وعلى حسب التخصص اللي انتوا هتشتغلوا فيه. تمام يا شباب؟ تمام. الصفحات، ازاي نعمل صفحة سياسة الخصوصية وتفكير الاستخدام واتصل بنا. بتيجي تتعمل كل ده من كلمة الصفحات. احنا هنعمل مع بعض صفحة كتجريبية مع بعض. بسم الله. نيجي هنا ندوس على صفحة جديدة على القائمة اللي على اليمين، هنسميها سياسة الخصوصية. تمام؟ تمام. وهنيجي هنا ندوس على محاذاة. طبعا هنا انتوا بتكتبوا بقى السياسة الخصوصية بتاعت المدونة بتاعتكم بالتفصيل. بعد ما بتخلصوا خالص بتيجوا بتدوسوا نشر، هيطلع لكم القائمة المنبثقة دي، هتدوسوا على تأكيد. الموضوع في منتهى البساطة، أسهل من بلوجر أو منصة بلوجر يا جماعة مفيش. وهنيجي هنا وهنعمل عرض. ادي طبعا الصفحة اللي انتوا لما بتعبوها تبلوها البيانات بتاعتكم بتظهر قدامكم بالتفصيل. انتوا طبعا المفروض المطلوب منك عشان جوجل ادسنس سياسة الخصوصية، اتفاقية الاستخدام، واتصل بنا. طبعا الحاجات دي انا مجهزها لكم في ملفات تكست، ان شاء الله هسيبها لكم برضو اسفل الفيديو ده باذن الله، تاخدوها وتعدلوا عليكم بالاسم بتاع المدونة بتاعتكم. كل واحد يعدل على البيانات اللي هبعتها له في ملفات التكست دي باسم المدونة بتاعته عشان ما تاخدوش وقت. او لو انتوا عايزين تكتبوها وتألفوها من افكاركم برضو ما فيش اي مشكلة، الملفات موجودة تحملوها في اي وقت، واللي مش عايز ممكن يألف من افكاره بالنسبة لاتفاقية الاستخدام او سياسة الخصوصية. هنا الثلاث صفحات بتعملوا من خلال الصفحات. طب الصفحات دي بتضاف على القالب على الواجهة الرئيسية ازاي؟ هنيجي هنا نرجع للتنسيق، هنيجي هنا على كلمة الصفحات. ادي طبعا سياسة الخصوصية التجريبية اللي احنا عملناها، فهندوس هنا ونيجي ندوس حفظ كده اتحفظت. طب هنيجي نعمل عرض للمدون عشان برضو نتأكد. هذه هنا سياسة الخصوصية، وهنا طبعا بيبقى جنبيها اتفاقية الاستخدام واتصل بنا. طبعا انتوا حابين تكتبوا الحاجات الاسماء اللي هي سياسة الخصوصية واتفاقية الاستخدام واتصل بنا، عايزين تكتبوها باللغة الانجليزية ماشي، عايزين تكتبوها باللغة العربية مفيش مشكلة. انا مدونتي معمولة باللغة الانجليزية، يعني كاتب الحاجات اللي هي دي باللغة الانجليزية. طبعا كل واحد زي ما هو حابب، عايز باللغة العربية ماشي، عايز باللغة الانجليزية ماشي، مفيش اي مشاكل. وطبعا زي ما قلت لكم النسخة المجانية بتفرق عن النسخة المدفوعة. ماشي يا شباب. وهنا بترفعوا اللوجو بتاعكم اللي هو بيبقى مكان كلمة سكويز. اللوجو لازم يبقى بصيغة BNG، وهنا بتخلوه هنا تبقى العلامة دي بعد ما ترفعوا اللوجو بتاعكم، وبيبقى هنا. يا ريت اللوجو ما يبقاش كبير قوي، يعني ممكن يبقى 100 او 200 يعني ما بلاش يزيد عن الرقم ده في المقاس. وطبعا لازم يبقى بيكسل مش انش او سنتيمتر، ولازم زي ما انا قلت لكم لازم يبقى بصيغه BNG شفاف يعني. كده خلصنا ازاي تنشئ مدونه، ازاي تركب قالب سواء كان مدفوع ولا مجاني، ازاي تعمل اقسام، ازاي تعمل صفحات سياسة الخصوصية، ازاي ترفع اللوجو للمدونة بتاعتك. كل الحاجات دي كلها كانت قدامكم بمنتهى التفصيل، وازاي تعمل مقالة حصرية وليست منسوخة او معمولها كوبي بيست. لازم بكرر، لازم المقالات تكون حصرية مكتوبة
مش منسوخة كوبي بيست. طبعا زي ما انا ذكرت برضو هسيب لكم رابط النسخة المجانية اسفل الفيديو، وهسيب لكم رابط النسخة المدفوعة من موقع بيكاليك لو عايزين تشتروه. كده خلصنا باللوجر والجزء الخاص باللوجر. هنيجي بقى للجزء الخاص بجوجل ادسنس. يا ريت نركز في جوجل ادسنس شويه. انا قلت لكم في البدايه الفيديو طويل، لكن انا عايز اوصل لكم كل حاجه بالتفصيل. طبعا انا مسجل في جوجل ادسنس من زمان، فانا هعمل تسجيل دخول. هوقف الفيديو لحظات ونرجع تاني. طبعا يا شباب انا عملت تسجيل دخول لحسابي في جوجل ادسنس. طبعا الواجهة المعروفة لجوجل ادسنس هي ما اتغيرش فيها اي حاجة. الرصيد ده اقول لكم اتجمع ازاي وامتى. طبعا لسه هتكلم في الحاجات دي كلها. ايه الحاجات اللي اضافتها جوجل ادسنس؟ اللي اضافته جوجل ادسنس الفترة اللي فاتت دي، في الايام اللي عدت على طول، هو محرك بحث. يعني ايه محرك بحث؟ لو جيتوا هنا هتلاقوا فيه اشعارات مثبتاها جوجل ادسنس. لو دوستوا عليها هتحولكم لصفحة فيها الكلام ده، والاضافة دي اتضافت امتى بالتحديد. في ناس الاضافة دي موجودة عندها من زمان، في ناس ما كانتش تسمع عن الاضافة دي، في ناس اتضافت لحساباتها مؤخرا. انا طبعا الاضافة دي ما كانتش عندي في البداية خالص، فانا اتضافت عندي الاضافة دي بتاريخ يوم 11. لو جينا هنا دوسنا على اضافة محرك البحث هيحولنا على صفحة تانية. دي بيبقى فيها كود. الكود ده بناخده او الكلمة دي بناخدها مع بعض كوبي. برضو كل حاجة قدامكم، وهناخدها نسخ. هنرجع على القالب وهندوس على المظهر. نيجي هنا على تخصيص تعديل HTML وهنبحث في القالب كنترول مع حرف F، كنترول V، ونبحث. يطلع لنا كلمة البودي. تمام. هنيجي هنا هنخش على الاعلانات. هنيجي هنا على حسب الوحدة الإعلانية هندوس عليها. هتلاقوا حاجات كتير كده اللي هي الإعلانات اللي انتوا بتختاروها وبتحطوها في المدونة بتاعتكم. هي دي الميزة الجديدة اللي نزلها ادسنس، اللي هي كلمة محرك البحث. هندوس عليها. طبعا عشان أعملها قبل كده فمش هعملها تاني. هنا بيحدد لك عايزها على الإنترنت كله ولا عايزها في مواقع محددة. طبعا أنا بخليها على الإنترنت كله، فأنا هاخد الشفرة على طول من هنا وهاخد نسخ. تمام. وهنيجي جنب البادي وهنعمل كنترول حرف الفي، هندوس سيف ونرجع وندوس عرض للمدونة. كل حاجة بتتعمل قدامكم. ادي الاضافة يا شباب، ادي هي الاضافة. اي حد بيدخل مدونة وعايز يبحث عن حاجة من داخل المدونة، الاضافة دي منتهى السهولة وفي منتهى المميزات اللي عملتها جوجل ادسنس. طب انت هتستفيد ايه؟ اقول لكم انتوا هتستفيدوا ايه. لو في اي حد المدونة بتاعته خلاص بقت جاهزة وبقت الاعلانات محطوطة عليها، لو اي حد جه يبحث عن حاجة من داخل المدونة في الشريط الابيض اللي هو شريط البحث اللي عملته جوجل ادسنس، ده هيتضاف للارباح بتاعتك في جوجل ادسنس. نعم، الكلام ده على مسؤوليتي، والكلام ده برضو محطوط في الاشعارات بتاع جوجل ادسنس. تمام يا شباب.
لو رجعنا هنا انا خلاص احنا خلصنا بقى الشفرة، نرجع للصفحة الرئيسية. هننزل تحت هنا، لو قريتوا الكلمة دي هي كلمة صغيرة جدا. أصبح من السهل الآن إضافة محرك بحث مدعوم من جوجل إلى موقعك الإلكتروني وتحقيق الربح المادي. شايفين الكلمة دي؟ دي اللي أصرت جوجل أدسنس إن هي تضيفها عشان أي حد يبحث من داخل المدونة بتاعتك، والمدونة بتاعتك محطوط عليها إعلانات أدسنس، يبقى كده الأرباح بتاعتك هتبقى كويسة بجانب عرض الإعلانات بتاعك. الميزة دي كويسة جدا 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 جدا. وإن شاء الله كل الناس اللي هتبتدي في بلوجر، وكل الناس إن شاء الله اللي هتشتغل في بلوجر، واللي هتعمل مقالات حصرية وهتقدم وهتركب الشفرات وتتقبل على طول بإذن الله في أدسنس، الميزة اللي هي بتاعت محرك البحث اللي أنا ضفتها هنا على القالب. طبعا أنا بوريكم إزاي خدت الكود وإزاي حطيت الكود جنب كلمة البادي من القالب ومن الواجهة بتاعة بلوجر اللي هي في التنسيق والتعديل HTML. كل حاجة موجودة قدامكم، مفيش أي حاجة بداريها، مفيش أي خدع، مفيش أي حاجة. وهنيجي هنا هتضيفوا طبعا المدونة بتاعتكم. انتوا هنا هتلاقي عندي 3 مدونات. هتلاقوا الدومينات مجاني اللي هي نطاق البلوج سبوت دوت كوم اللي هي تبع بلوجر، وهتلاقوا دومين مدفوع، وهتلاقوا برضو دومين مجاني. الدومين ده شباب لو حد عايز يشتريه من موقع جودادي. موقع جودادي افضل موقع تشتري منه دومينات او استضافة او شهادات الحماية SSL او حماية من البرمجيات الخبيثة والحاجات دي كلها. فشركة جودادي هي شركة معروفة من زمان، يعني مش هتكلم عليها، دي ناس كتير او من سنين وهي معروفة شركة جودادي، وانا ليا تعامل معاها من زمان. فانا مشتري منها الدومين ده ب$1 واحد وشوية، يعني مش متذكر بالظبط كان مبلغ، بس هو في الحدود اللي انا بتكلم فيها دي $1 وشوية. دومين رخيص جدا جدا، كل واحد برضه زي ما هو حابب، وكل واحد برضه على حسب الامكانيات بتاعته وعلى حسب المقدرة بتاعته المالية ايه. عايز تشتري دوت كوم يا ريت يفضل يعني دوت كوم. هو دوت كوم نطاق الدومين دوت كوم يا شباب هو غالي شوية، يعني ممكن تلاقيه $12 حاجة زي كده. عايز تشتري دوت نت، عايز تشتري دومين دوت اورج زي ما انت عايز تشتري دومين دوت اونلاين زي بتاعي ده كده برضه مفيش اي مشكلة. وبتيجي تضيف الدومين هنا. طبعا لما بنكتب الدومين ما بنكتبوش بالتشفير بتاعه وكلمة www خالص، لا بيتكتب زي ما هو كاتب لك تحت كده. يعني على سبيل المثال www ده نعتبر ان ده اسم نطاق دوت كوم، وبندوس التالي، وهكذا لو بناخد الشفرة ونروح نحطها في القالب في التنسيق ال HTML جنب على الوسم الهيد ماشي. فبتتكتب كده ما بتكتبش التشفير بعدين كلمة www، لا بيتكتب اسم النطاق ذات نفسه ودوت كوم او دوت نت او دوت اورج او دوت اونلاين على حسب اسم الدومين اللي انت مشتريه. وتحط الشفرة بتاعتك وبتستنى هنا يبقى كاتب لك الكلمة دي اللي هو جاري التجهيز. كده جوجل ادسنس بتخش بتراجع المقالات اللي انت عملتها على المدونة. لقيت المدونة بتاعتك كويسة، في قالب كويس موجود عليها، وزي ما انا قلت في البداية يفضل القوالب المدفوعة. الحاجات دي بتفرق كتير والله يا شباب صدقوني. وبتشوف المقالات بتاعتك حصرية ولا لا، بتراجع كل حاجة، وكل حاجة بتراجعها في المدونة بتاعتك، تلاقي كل شيء سليم ومطبق للسياسات بتاعتهم وكل حاجة تمام. هتلاقي هنا بدل كلمة تجهيزي هتلاقيها نشط،
يعني خلاص كده الاعلانات بتاعتك هتبتدي تظهر على المدونة بتاعتك. الموضوع سهل بس محتاج شوية تركيز شوية في الكلام اللي انا بقوله ده. تمام يا شباب؟ تمام. كده خلصنا الجزء بتاع ادسنس والاضافات اللي اضافتها في اي حاجة هنا هتلاقوها. تمام يا شباب؟ تحط هنا اول باول. طيب ايه بقى المميزات او ايه العيوب والمميزات اللي شالتها وحطيتها جوجل ادسنس؟ بصوا بقى يا شباب، جوجل ادسنس لغت وسيلة الدفع الويسترن يونيون. تمام؟ في ناس كانت بتسحب من ويسترن يونيون على طول، وكانت بتخش هنا لما بتوصل للرصيد بتاعك والحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. طبعا ويسترن يونيون خلاص اتشال. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي وصلنا للحد الادنى اللي هو $100 وعايزين نسحب الارباح بتاعتنا. في دلوقتي طريقين، اما تاخدوه عن طريق الشيك، وطبعا انا كنت اتكلمت في شرح في موضوع الشيك ده فيديو بالتفصيل ممل على قناتي، قناة بايونير جلوبال، هتلاقوا الرابط برضو اسفل الفيديو في الكلام اللي انا بتكلم فيه ده. في طريق يا اما شيك يا اما تفتح حساب بنكي بعملة $. طيب بالنسبة للشيك هنا في مصر انا كنت اتكلمت برضو في فيديو ان الشيك عندنا هنا سيء. سيء ليه؟ لان احنا عندنا بريد مصري سيء جدا جدا جدا. يعني لو في اي حاجة هتجيلك من بره والحاجة دي المفروض توصل لك في مصر في ظرف اسبوع اسبوعين او شهر، هتيجي بس مش هتوصل لك في الميعاد ده للاسف. هتيجي وممكن تاخد 6 اشهر سنة. انت وحظك بقى وانت نصيبك بقى الحاجة دي توصلك امتى. فموضوع الشيك ده انا كنت شرحته في الفيديو، ان شاء الله هتلاقوه اسفل الفيديو ده باذن الله بتكلم فيه في الموضوع ده. طيب البديل التاني اللي هو تفتح حساب بنكي بعملة $. تفتح حساب بنكي بعملة $. تمام ماشي يا شباب. انا هنا شارح برضو فيديو ازاي تفتح حساب والحاجات دي، وهنا برضو هتلاقي الخبر اللي انا قلته بخصوص ايقاف وسيلة الدفع. ودي قناتي، ياريت تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس تشغيل الاشارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة وكل الفيديوهات المهمة اللي تفيدك وتفيد غيرك. ياريت تدعموني. انا لو كتبت في البحث بتاع اليوتيوب بايونير جلوبال هيظهر لكم القناة بتاعتي او القناة. ارجو الدعم فضلا وليس امرا. تمام يا شباب. نرجع لجوجل ادسنس. جوجل ادسنس لغى وسيلة الدفع الويسترن يونيون زي ما قلت في البداية، ودلوقتي الوسيلة الموجودة حاليا لحد ما يبقى في وسائل تانية تضيفها شركة جوجل هي انك تفتح حساب بعملة $. طب انا افتح حساب بعملة $. ازاي؟ هتروح اي بنك هنا في مصر، سواء البنك الاهلي، بنك مصر، اي بنك موجود في مصر، شوف انت عايز تفتح في ايه وشوف انت اللي انت هتبقى مرتاح معاه ايه. انا عن نفسي كنت فتحت في بنك الاهلي، جهزت نفسي وفتحت حساب بعملة $. عشان ان شاء الله باذن الله لما الرصيد بتاعي يوصل $100 بفضلكم باذن الله هربط الحساب البنك ويبقى فيه شرح بطريقة الربط ازاي بالتفصيل. وبرضه انا ذكرت في الفيديو اللي قدامكم ده طريقة الربط ازاي. هتفتحوا حساب بعملة $، يعني يبقى معاكم حوالي $100 وشوية. ليه $100 وشوية؟ مصاريف الحساب يا شباب الدولار بالذات بيختلف عن العملة المصري، بيبقى مصاريف الدولار اغلى شوية من العملة المصري. انت لو تفتحوا حساب $100 100 101 على حسب، انا فتحت ب101. تمام يا شباب. تمام. هتفتحوا حساب وهيديلكوا رقم كده عشان تتابع معاملاتك المالية من خلال موقع البنك الاهلي من على النت. فتحت الحساب وخلصت، هترجع قبل ما تمشي من البنك. ماشي يا شباب. قبل ما تمشي من البنك هتقول لهم عايز
السويفت كود الفرع اللي انت فتحت فيه. يعني انت فتحت في فرع القاهره مثلا، فرع رمسيس، فرع التحرير، فرع على حسب الفرع اللي انت فتحت فيه. قبل ما تمشي تقول لهم عايز سويفت كود الفرع اللي انت قاعد فيه. هيديك سويفت كود بيبقى كتابه انجليزي، حروف يعني انجليزي كابيتال وارقام. تحفظ الحاجات دي كويس معاك، تشيلها معاك كويس، تروح البيت تخش على جوجل ادسنس. لو انت متهيأ لسحب الارباح هتربط الحساب البنكي بتاعك، اسم البنك بتاعك هيتكتب باللغه الانجليزيه، اسمك هيتكتب برضه باللغه الانجليزيه في صفحه تحويل الارباح للبنك، وهتحط الحساب البنك بعمله الدولار اللي انت عملته، وتحط السويفت كود والبيانات بتاعتك اللي احنا عارفينها العاديه دي، وبس كده. كل الارباح بتاعتك هتتحول اول باول على الحساب البنكي بتاعك. طيب انا ارباحي بتتحول خلاص، طب بعد كده هعمل ايه؟ هسحبه وانا بالبنك ازاي؟ رصيدك مثلا عدى ال 100 دولار، يعني انت بقيت حولت مثلا الشهر ده 100 دولار، بعد شهرين 3 100 دولار، بقى معاك مبلغ كبير في الحساب بتاعك. هتروح البنك بالرقم الحساب بتاعك والبطاقه الشخصيه بتاعتك. طبعا لازم بطاقه تكون سريعه المفعول مش هتنتهي، وتقول لهم عايز اسحب. طبعا انت هتخش على الشباك، مش هتخش خدمه عملاء، هتخش على الشباك اللي هو النت تيلر، تستنى الدور بتاعك والرقم بتاعك، وتخش ورقم الحساب بتاعك وبطاقتك، وتقول لهم انا عايز اسحب مبلغ كذا على حسب الرصيد اللي عندك. لما يجي بقى يسحب لك، انت هتقول له انا هسحب مثلا 100 دولار بس عايز اخدهم بالمصري، عايز اخدهم بالمصري، ايا كان المبلغ بقى اللي معاك قد ايه، 100 200 500 1000 مليون دولار، زي ما الرصيد عندك موجود في الحساب. هتقول له انا عايز اسحب مثلا 100 دولار او 100 دولار على حسب برضو زي ما انا قلت المبلغ الموجود، بس هاخدهم بالمصري. هو بيحسب لك بقى بالسعر الدولار في البنك بتاريخ اليوم. يعني النهارده مثلا بتاريخ 1/1/2021 بيحسب لك، بيشوف سعر الدولار كام وبيحسب لك بناء عليه، بيديك المبلغ، وبتمضي على استمارتين. بتمضي على استمارة اللي هي بعملة الدولار، اللي انت مثلا سحبت 100 دولار، والعملة التانية اللي هي تحويل من الدولار للمصري، اللي انت مثلا سحبت من الدولار للمصري، استمارة تانية بيبقى مكتوب المبلغ فيها مثلا كام ألف، وبتمضي عليهم وتسلمها تاني للشباك اللي انت واقف عليه. موضوع سهل، موضوع سهل مش صعب، بس بيحتاج تعب في الاول. انت لازم تتعب، لازم تتعب عشان توصل اللي انت عايزه. تمام ماشي يا شباب. دي بقى المدونة بتاعتي الرئيسية، قالب سكويز المدفوع. طبعا السلايدر والحاجات دي كلها ما بتبقاش موجودة في النسخة المجانية. قلت لكم النسخة المجانية بتختلف عن النسخة المدفوعة. النسخة المدفوعة هي افضل حاجة، ان فيها اضافات كتير ومميزات كتير وتحديث ودعم فني وحاجات كتير كده. دي الاقسام اللي انا عاملها والحاجات دي كلها. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين ان شاء الله برضو تزوروا المدونة بتاعتي وتستفادوا من الحاجات اللي انا بنشرها فيها. وادي محرك البحث انا ضايفه اهو برضو قدامكم في النسخة المدفوعة في المدونة الرئيسية بتاعتي، بيونير جلوبال دوت اونلاين. ماشي يا شباب. وطبعا هنا مطور التطبيق ضاف حاجة جميلة جدا، وهي الوضع الليلي. ده طبعا عشان تحمي النظر لو انت قدامك كمبيوتر بالليل، فلما تيجي تتصفح الشعاع بتاع الشاشة والإضاءة ما يأثرش على النظر بتاعك. فالإضافة دي حلوة جدا جدا جدا. تتغير من هنا من علامة الهلال اللي على اليمين. وطبعا أي دعم فني بينزل القالب ده بتلاقيه موجود على الصفحة الرسمية بتاعت الفيسبوك على قالب سكويز. قالب سكويز على الفيسبوك بينزل له فيه التحديثات أول بأول. ماشي يا شباب، دي المدونة بتاعتي، اتمنوا تزوروها تعجبكم ان شاء الله، فيها حاجات تفيدكم بعد كده. تمام يا شباب. احنا كده اتكلمنا في بلوجر، ازاي تعمل مدونة بلوجر، ازاي تعمل اقسام، ازاي تركب قالب، ازاي تعدل على القالب، ازاي تشيل المفتاح على القالب،
ازاي تعمل مقالة حصرية، اتكلمنا في الحاجات دي كلها. اتكلمنا برضه في جوجل ادسنس، اتكلمنا ازاي تعمل حساب بنك بعملة الدولار، وكل الحاجات دي برضه هتلاقوها على القناة بتاعتي. اتمنى تزوروها، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس، ننزل فيها ان شاء الله حاجات مفيدة. طب عايزين نتكلم بقى النهاردة تجربتي في الانترنت. بص بقى يا شباب عشان نبقى متفقين مع بعض، مفيش حاجة اسمها اربح من الانترنت، مفيش حاجة اسمها اربح من الانترنت. الكلام ده كله غير صحيح. انا بقول لكم عن تجربة شخصية. انا دخلت مجال الانترنت من سنة 2016، قناتي اللي قدامكم دي من 2016 بداية ما انا دخلت مجال الانترنت، وابتديت ان انا ادور على اي وسيله تدخل لي ربح. دخلت مواقع كتير جدا 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 وكلها طلعت نصب. انا بقول لكم بمنتهى الصراحه تعبت جدا، يعني انا تعبت كتير. كنت بجري ورا اي حاجه زي ما بالبلدي كده بنجري ورا الشاي، بندور على اي حاجه زي غيري بيدور على اي حاجه تدخل له دخل مادي ولو بسيط. اشتركت في مواقع كتير ودخلت في، يعني انا مش عايز اقول لكم من 2016 لغايه 2018 3 سنين وانا بجري بس وبتفرج على شروحات والحاجات دي كلها. طبعا كل ده ملوش اي لازمه، كل ده سراب، الجري ورا سراب وحاجه في الهواء مش بتتحقق. طب حد هيسألني انت ربحت من الانترنت دلوقتي؟ بصراحة شديدة انا ربحت في الايام اللي فاتت دي مرة واحدة لحد الان. نعم انا بتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الامانة، انا ربحت مرة واحدة في اخر السنة اللي فاتت اللي هي اخر 2019، ربحت $1000. طبعا لو عايزين تعرفوا ربحت ازاي $1000 بسهولة ومن غير تعب، الفيديو ده لو واصل 1000 مشاهدة هعمل لكم فيديو واقول لكم ازاي ربحت $1000، وهوريكم الاثبات كمان الشخصي اللي انا اتسحبت بيه. الفيديو ده لو وصل 1000 مشاهدة هعمل لكم فيديو واتكلم فيه واصور لكم الاثبات السحب اللي انا سحبت بيه مبلغ $1000 من البنك الاهلي. ماشي يا شباب؟ فمفيش حاجه اسمها اربح من الانترنت. صدقوني الناس دي اشتهرت بسببنا، الناس دي اشتهرت بسبب اليوتيوبر الصغيرين. وللاسف العالم العربي كله او المحتوى العربي كله بيدعم ناس وبيشهروا ناس على حسابنا. هما بيكسبوا واحنا اللي بنخسر. احنا ما بنلاقيش حد يدعمنا، ما بنلاقيش حد يدعمنا بالاشتراكات، ما بنلاقيش حد يدعمنا بالمشاهدات واللايكات والكومنتات والشير. ليه؟ الناس بتدعم الحاجات التافهه، الرقص، الغنى، المهرجانات، اي حاجه تافهه بتنزل على اليوتيوب بيدعموها. مش عارف من اللي بيعمل مقلب الناس بتتفرج عليه وبيجمعوا كميه مشتركين مشاهدات بالملايين. الناس دي بتكسب فلوس كتير جدا. ليه؟ لان احنا بندي فرصه ان هم يوصلوا لده. احنا اللي زينا وزي غيري بيخش يتفرج، يخش يعملوا اشتراك، يخش يعملوا مشاهده، هو يستفيد من وراكم، بس انت للاسف الشديد مش بنستفيد حاجه منهم، وده اللي بيخسرنا وبيرجعنا 100 سنه ورا. فناس كتير من الموجودين دلوقتي اشتهروا من على حسابنا واحنا اللي خسرنا في الاخر. يا ريت ندعم الناس اليوتيوبر الصغيرين اللي اولى من المشاهير دلوقتي، لان اليوتيوبر اللي زي الصغيرين وزي غيري بنقدم حاجه مفيده فعلا، حاجه تفيدك. مش هتفيدك النهارده، هتفيدك بكره. مش هتحتاجها النهارده، هتحتاجها بكره. صدقوني انا وغيري بنحتاج دعم، ما بنلاقيش دعم. لو في دعم فعلا، دعم معنوي، دعم تشتركوا في القنوات عندنا، تدعمونا بالمشاهدات، تدعمونا بحاجات كتير،
ده هيرفع من الروح المعنوية بتاعتنا ويخلينا نستمر ونقدم لكم الحاجات فعلا المضمونة والحاجات اللي ذات أهمية ليك ولغيرك. لكن زي ما انا قلت لكم المحتوى العربي كله متدمر خالص، ودايما بنشر ناس واحنا اللي بنخسر في الاخر. فبلاش نمشي ورا الناس دي من فضلكم. ومفيش حاجة اسمها اربح من الانترنت عشان نبقى متفقين مع بعض. المصطلح الاساسي هي اربح من العمل على الانترنت. اربح من العمل على الانترنت ده الصح بتاعها. لكن محدش يجي يقول لي اربح من الانترنت 100 دولار، اربح من الانترنت 500 دولار، اربح من الانترنت 1000 دولار، وهوب الناس تخش على العنوان وهوب يتعمل لهم مشتركين ومشاهدات. كده هو استفاد منك، يعني بالبلدي كده زي ما احنا بنقول بيجر رجلك، بيجر رجلك. وللاسف ناس كتير بتقع في كده. انا كنت بقع في الحاجات دي ومش هكذب ولا هنكر الموضوع. انا كنت بقع وكنت بمشي ورا قنوات كتير وحاجات كتير، وزي ما قلت لكم كنت بخش مواقع، والمواقع دي كانت بتبقى نصب، حاجات كتير جدا، مسيره وتعب ومجهود سنين. مش حاجه سهله النت والربح يا جماعه، مش حاجه سهله. بس الرك انك تمشي في المكان الصح، تمشي مع الناس اللي تستاهل دعمك، تستاهل انك فعلا تقدم باستمرار حاجة تفيدهم وتستفيد منهم وتفيدهم وتفيد غيرهم. لكن محدش يقول لي اربح من الانترنت. مفيش حاجة اسمها اربح من الانترنت. الاساسي والمصطلح العلمي اربح من العمل على الانترنت. بس قاعدة لازم ناخدها مع بعض، لازم نفهمها عشان محدش يضحك عليكم. انا مش عايز الناس الجديدة او الناس اليوتيوبر الصغيرين اللي زيي يضحك عليهم. الناس اللي هم اصلا مصلحتهم وهدفهم الاول ان هم يشتغلوا مننا، ان هم يبقوا عندهم مشتركين بالملايين، عندهم مشاهدات بتوصل ترندات بتعدي المليون والاتنين مليون، وبيكسبوا فلوس بالارقام ضخمة. واحنا للاسف الشديد محدش بيدعمنا عشان احنا قنوات صغيرة. بتمنى ان الناس تقف جنبنا، تقف جنب الناس اللي تستاهل ان هو يبقى ليها دعم من كل حاجة. ما قدرتك تدعمني باشتراك، ما قدرتك تدعمني بمشاهدة، ما قدرتك تدعمني بلايك، ما قدرتك تدعمني بشير. اعمل شير كتير لكل الناس للفيديو اللي انت اتفرجت عليه لو فعلا هيفيدك واستفدت منه. ده اللي هيخلينا نستمر يا شباب، اللي احنا نكمل نبقى احسن من اللي الناس شهروهم وما خدوش منهم حاجة. مجهودنا هيوصل، لكن الوصول للهدف او الوسيلة صعب. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر وعلى قد مجهودنا. انا مش بقول ان كل واحد يجي فوق طاقته، لا، على قد طاقتك اعمل. ما بقولش اعمل فوق طاقتك، لا، اشتغل على قد طاقتك، ساعة نص ساعة زي ما انت حابب. وحاول لما تعمل قناة، هتبتدي قناة جديدة سواء راجل او ست او بنت، هتبتدي قناة جديدة يبقى في اول فيديوهاتك يبقى فيديوهات مدتها، يبقى في فيديو على الاقل مدته ساعة كاملة، لان ده هيفرق في حاجات بعد كده. بعد كده تبدأوا تعملوا فيديوهات 10 دقايق زي ما انتوا حابين. عايزكش تعملوا فيديو 10 ساعات. طالما فيديو حصري، هرجع اقول برضه عشان اليوتيوب مش بيرحم حد. اليوتيوب لو لقى اللي انت واخد فيديو حد ومعدل عليه اوتوماتيك هيجيلك حقوق طبع والنشر، والقناة بتاعتك باظت. عشان ما نضحكش على بعض. انا طبعا اتأذيت من اليوتيوب كتير، كان عندي قنوات تانية واتقفلت، وكنت بعمل قناة تانية وارفع المحتوى واتعب ومونتاج وتتقفل. اتأذيت كتير، وكان في ناس فعلا كنت عارفهم ان هم اذوني وقفلوا قناتي. الله يسامحهم وربنا يسامحهم على اللي هم عملوه فيا. ماشي يا شباب، فانا مش عايزكم توصلوا لمرحلة اليأس.
ان شاء الله هتكسب، ان شاء الله هتربح. بس زي ما انا قلت الموضوع محتاج تعب، اتعب في الاول عشان تلاقي، اتعب على قد مجهودك، على قد مجهودك هتاخد. مش بقول لك تشتغل شغل دايركت مستمر، معلش تشتغل شغل دايركت، تشتغل شغل دايركت معلش. ما بقول زي ما انا قلت لازم تتعبوا في الاول، تتعبوا في الاول عشان تلاقوا النتيجه بعدين. هو ده اللي انا عايز اوصله لكم. مفيش حاجه بتيجي بسهوله، مفيش حاجه هتجيلك وانت مثلا قاعد حاطط رجل على رجل ومستني ان هي تجيلك. الحاجات دي مش بتحصل، الحاجات دي كلها اوهام واحلام. فانتوا لازم تتعبوا شويه في الاول. ماشي يا شباب؟ ان شاء الله كل واحد يوصل الهدف بتاعه وكل واحد يربح. وزي ما قلت لكم الفيديو ده لو وصل 1000 مشاهده فما فوق هعمل فيديو ازاي ربحت $1000 عن صدق وامانه، عن صدق وامانه. وهوريكم اثبات السحب بتاعي، اثبات السحب بتاعي من البنك. انا معايا اللي هو الحاجه اللي هو زي الايصال اللي انا سحبت بيه. بس لو الفيديو ده وصل ل 1000 مشاهده فما فوق. ماشي يا شباب؟ ماشي. طبعا دلوقتي عملت مدونة وعملت مواضيع، هرجع برضو لبلوجر. عملت مدونة كل حاجة زي الفل. طيب دلوقتي خلاص انت اتوافقت في جوجل ادسنس. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده بعد ظهور الاعلانات بتاعتك قدامك طريقة واحدة او طريقتين. اما تجتهد كويس وتتعب كويس جدا جدا جدا، او تعمل حملة اعلانية على جوجل ادور للمدونة بتاعتك. اعمل حملة على جوجل ادور، دي أأمن طريقة تجيب بيها زيارات للمدونة بتاعتك أو المدونة بتاعتك. بلاش 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 تجيبوا زيارات عن طريق المواقع، عن طريق البوت، عن طريق السكريبتات. الحاجات دي كلها هتقفل لكم الاعلانات ادسنس وهتخشوا في مشاكل انتوا في غنى عنها. انا بقول لكم ان ادسنس واليوتيوب والحاجات دي كلها السياسات بتاعتها صعبة، السياسات بتاعتها صعبة وصارمة جدا. يا ريت تمشوا قانوني، كل حاجة عندكم تبقى قانوني وحصري. هتعملوا حملة ب100 جنيه ب200 جنيه، كل واحد زي ما هو قادر ان هو يعمل. في ناس بتبقى بتعمل ب500، ناس بتعمل ب1000، ناس بتعمل بألوفات كتير جدا، ناس بتعمل بأقل من كده بكتير. كل واحد على قد مقدرته المالية. طيب انا ازاي هعمل حملة اعلانية على جوجل ادور؟ في منتهى البساطة، هتروحوا البريد المصري، هتروحوا البريد المصري معاكم البطاقة الشخصية صالحة، هتصوروها 3 صور. ماشي؟ هتطلعوا فيزا من البريد المصري اسمها ايزي باي. طبعا الفيزا دي موجودة بقالها فترة كبيرة جدا، بس انا ما كانش فيه فرصة او وقت ان انا اتكلم فيها واعمل فيها فيديو ساعتها. فان شاء الله تعملوا الفيزا دي. الفيزا دي بحوالي 20-25 جنيه، مش كل الاماكن زي بعض. انا يوم ما طلعتها دفعت 15 جنيه مش عارف ازاي، فهي ما بتزيدش عن السعر ده. بالنسبة للناس اللي عايزة تطلعها، انا طلعتها من البوسطة اللي في العتبة، البوسطة اللي في العتبة مشهورة جدا، ده مكتب بوسطة رئيسي. بتروح هناك وتطلع منه الفيزا، بتاخد الفيزا بتخش على اوضة تانية بتفعلها، بتفعلها وبيديلك رقم سري. الرقم السري ده اللي انت هتسحب بيه ان شاء الله بعد كده، وتعمل بيه ايداع برضو بعد كده. فعلت الفيزا، اشتريت الفيزا الاول وفعلتها، خلصت البيانات بتاعت كل حاجة، هروح على الشباك عشان اعمل فيها ايداع. بالنسبة للناس اللي شغالة في البايبال او اللي عندها بايبال او اللي هتعمل بايبال، يا ريت تضيف مبالغ زيادة في الفيزا عشان تربط بيها البايبال
وتحول ارباحها على الفيزا وتسحبها من اي مكنه اي تي ام في اي مكان. حطوا 100 جنيه 200 جنيه، والله تقدروا تحطوا اكتر من 200 جنيه ماشي مفيش اي مشكله. هتفعلوا بايبال ب 100 جنيه مثلا هيرجع لكم تاني، يعني بايبال بتفعل وبترجع لكم رصيد تاني. وال 100 جنيه التانية او الفلوس اللي باقيه تعملوا بيها حمله اعلانيه. يا ريت الحمله الاعلانيه على جوجل ادور تبدا من 100 جنيه فما فوق، تبدا من 100 جنيه فما فوق. كل ما زادت القيمه الماليه في جوجل ادور كل ما زاد عدد الزيارات. ماشي يا شباب؟ فهتعملوا حمله اعلانيه على جوجل ادور. طب هتستهدفوا ايه؟ هتستهدفوا الدول العربيه كلها، تستهدفوا الدول العربيه كلها وتحددوا سعر النقره كام، والحاجات دي كلها برضو هتحددوها في الحمله الاعلانيه اللي انتوا هتعملوها للمدونه بتاعتكم. برضو الحمله الاعلانيه برضو هنا هتلاقوها عندي في المدونه بايونير جلوبال عن ازاي تجيب 4000 ساعه مشاهده و1000 مشترك. دي طبعا الشروط دي عشان تحقق تحقيق الدخل في اليوتيوب. وهنا هتلاقي انا حاطط لكم صور ازاي تعملوا حمله والحاجات دي وازاي استهداف. برضو الحاجات دي كلها هتلاقوها، برضو تلاقوا الرابط ده برضو اسفل الفيديو ان شاء الله تستفيدوا منه. فهتعملوا حمله على جوجل ادور تجيبوا زيارات المدونه بتاعتكم، وبالتالي الارباح بتاعتكم ولما الاعلانات تبقى موجوده على المدونه ارباح جوجل ادسنس هتزيد، وان شاء الله توصلوا لاول 10 دولار عشان يجيلكوا البين كود، بعدين توصلوا ل 100 دولار اللي هو الحد الادنى للسحب، وتبداوا تسحبوا ان شاء الله على الحساب البنكي الخاص بيكم بعملة الدولار اللي احنا شرحناه واللي انتوا عملتوه. يا رب يكون انا وصلت لكم معلومة كويس، شرحت كل حاجة بالتفصيل الممل، مفيش حاجة مستخبية. اتكلمنا في بلوجر واتكلمنا في القوالب، اتكلمنا في جوجل ادسنس، اتكلمنا في المدونات، اتكلمنا في اليوتيوب، اتكلمنا ازاي تبدأ طريقك، ازاي ما تمشيش ورا اوهام، ازاي تجتهد كويس وتتعب كويس عشان تدخل اللي انت عايزه، ازاي تعمل حملات على جوجل ادور المدونة بتاعتك، او تعمل حملات اعلانية للفيديو بتاعك على اليوتيوب عشان يجيب ساعات ومشتركين وتحقق تحقيق الدخل. اتكلمنا في الحاجات دي كلها مع بعض، كل حاجة قدامكم مفيش حاجة مخبيها من وراكم. يا رب تكونوا استفدتوا فعلا من الفيديو ده. يا ريت تدعموني بالاشتراك في القناة، فعلوا الجرس تشغيل الاشعارات على الكل عشان يوصل لكم كل جديد بنزله باذن الله ومفيد. وان شاء الله الفيديو ده زي ما انا قلت في البداية وهقولها دلوقتي، الفيديو ده لو وصل 1000 مشاهدة فما فوق هنزل لكم طريقة ازاي ربحت 1000 دولار من الانترنت مع اثبات السحب، والطريقة دي مش هتاخد منك اكتر من 10 دقايق. انت بتقول 10 دقايق؟ ايوه انا بقول 10 دقايق. يا رب تكونوا استفدتوا، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد ومفيد على قناة بايونير جلوبال. وشكرا على المشاهدة وشكرا على وقتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.